ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ بصوا النهارده هنعمل طريقه برجر الفراخ. لايه؟ للمدارس. تمام، اللي احنا هنعملها ونخزنها بحيث ان ولادنا لما يكونوا رايحين المدرسه نشكل لهم في الاكل. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. هنبدا بقى نعمل ايه. بصوا انا ما قلتلكوش في الاول. انا هنا اهو، هنا انا جايبه بانيه. البانيه تمام، عملت فيه ايه؟ غسلته، وبعد ما غسلته حطيت له بصله مبشوره وكوبايه زبادي وقرن فلفل وشويه ملح صغيرين، عشان انا عندي هنا المرقه بيبقى فيها ملح. تمام، وشويه خل صغيرين كده. بعد كده هنبدا خلاص، هو هتكون اتبلت يعني ربع ساعه كده مش اكتر، بحيث ان يبقى ريحتها في الطعم مش زفر. تمام، هنبدا نحط الفراخ. بس انتوا ممكن تقطعوها على فكره، لكن انا الكبه عندي كويسه فايه اهو. نبدا نحط الفراخ علشان خاطر نضربها في الخلاط. بعد ما هنضربها كلها في الخلاط، انا عامله مقدار كيلو هنا. تمام تمام. البهارات عباره عن فلفل اسود، مرقه دجاج، اللي هي بصوا انا بستخدم مرقه دجاج اللي هي دي الكنوف. تمام، بهارات فراخ. تمام، بهارات فراخ. بعد كده بهارات البرجر، 7 بهارات بابريكا. تمام، انا عرفت ان على فكره ماجد جاي هو بعد كده بصوا بقى، دي هتدي طعم حلو قوي للبرجر. تمام، دي عباره عن ايه؟ عن فلفلايه وحطيتها في الفرن تشوي. تمام، بنطلع القلب ونحطها معاها، ودي اهم حاجه في الوصفه عندي هنا. بعد كده بنجيب البصل. اهو، هجيب بصلتين على الكيلو ونقطعه. تمام، بعد كده بنجيب معلقتين من البقسماط المطحون عشان ايه؟ تمسكها. البودر معلقه صغيره مش كبيره. اهم حاجه بقى عندي الثوم، الهريسه بتاعت الشطه. ادي الهريسه بتاعت الشطه اهو، وده اخر حاجه هحطها. ونبدا ان احنا ايه، بصوا انا حطيت معلقه ونص. تمام، نبدا بقى ان احنا ايه، نفرم. نسيت اقول لكم بقى، قبل ما هنفرمها هنحط لها ايه. بعد كده بقى نيجي نعمل ايه؟ هنجيب معلقه زبده. الزبده هتخليها طعمها حلو قوي. معلقه زبده اهي، وشويه زيت. شويه زيت مقدار مثلا 3-4 معالق كده. انا هنا كده حطيت 4 معالق زيت ومعلقه سمنه، معلقه زبده. ما فيش زبده ممكن تحطي معلقه سمنه. نبدا بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم ونخلط. خلاص فرمت البرجر. بعد ما فرمت البرجر حطيته شويه. بس معلومه، لو لقيتيه
يلزق شويه منك حطيه معلقتين او 3 دقيق، تمام. بعد كده حطيه في الفريزر، قلبيهم في بعضهم كده، وبعد كده ارجعي حطيه في الفريزر، تمام. عشان ايه؟ نبقى واخدين بالنا. ده المكبس بتاع البرجر، تمام. ما عنديش مكبس يسحر، اي غطا اهو، اي غطا عندك هتشمعي بيه. اوكي، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب ده زيت اهو، احط على ايدي زيت زي كده. بصوا هقول لكم ليه انا بستخدم ايدي. بايدي هيبقى الموضوع سهل، عكس ما هشتغل بصوا انا مش عايزه القطعه بتاعت البرجر تبقى كبيره قوي فتطلع مش حلوه، تمام. ادي قطعه البرجر، تمام. ادي بصوا فاهم، ادي المكبس. حطيت على المكبس القطعه اللي انا حطاها وغطيتها تاني اهو، تمام. واقوم ضغطها بالمكبس اهو، ونشوف. بصوا واديني اهو عملت البرجر بالطريقه اللي اي حد هيحبها، وهغلفها زي كده اهو، تغليف. وعلى الفريزر على طول. هعمل الكميه كلها، بس الاول هوريكم حاجه تانية قبل ما اخلص الكميه. هوريكم بقى اللي بالغطا الصغير عشان حسب الحجم اهو يا جماعه. الصغير تمام اهو، عملته بالغطا ده. هيتبقى كده في الجوانب زيادات، ابداوا شيلوها. برضو هغطيه واغلفه عشان انا هحطه في الفريزر. وبعد كده انتوا لو قعدتوها ساعتين ممكن تشتغلوا بيها عادي، ساعتين وطلعيها من الفريزر واشتغلي عادي، مفيش مشكله. وبكده طبعا زي ما بفهمكم كل مره، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتعليقات كتير كتير كتير، عشان يصلكم كل ما هو جديد. كل سنه وانتم طيبين. دعوه من القلب حلوه. يا رب يكون عجبكم. وادي اهو، وبعدين هصور لكم بعد ما اخلص المقطع الاخير، اخلصه كله وارجع لكم تاني.